والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ منورين مكتبه تك. معاكم محمد. فيديو جديد نتكلم فيه عن واحده من الساعات اللي اتوفرت مؤخرا في السوق المصري، وهي الساعه الهاينوتك الجيرمان الموديل RW33. شركه هاينوتك شركه من الشركات الصين اللي بتعمل ساعات وبتعمل اكسسوارات موبايل، واحنا مركزين اكتر في الشغل الخاص بالسمارت ووتش. كنا اتكلمنا عن كذا موديل من ساعات الهاينو، بصراحه محققه نجاح، يعني ساعه ترفع الراس لما تيجي تبيعها وتبسطك لما تيجي تلبس. ما جالناش فيها مشاكل غير حاجات بسيطه وتم حلها بفضل الله. هنتكلم النهارده عن الهاينوتك RW33، الساعة الشبيهة للواوي واتش 3 برو اللي هي بتيجي بزر بسكرول وبتيجي بالبوتن البسيط او البوتن اللي تحت هنا، والسكرول اللي بيكون فوق هنا. هنتكلم النهارده عنها بالتفصيل وهنبدا الفيديو مع بعض. يلا باول جزء فيديو الانبوكسنج ويلا بينا. ايه رايكم في الانبوكسنج؟ شويه تغيير كده بنحاول نعمله عشان برضو نظبط الشغل اللي احنا بنقدمه ليه. نخش على الجزء الثاني من الفيديو ونتكلم عن السوفت وير بقى والمواصفات التقنيه، ونتكلم عنها بالطريقه العاديه اللي بنشتغل بيها ما غيرناهاش. وده شكل الساعه زي ما احنا شايفينها واحنا لابسينها في ايدنا، ده شكلها. والساعه يا جماعه بالملي RW22 مع اختلاف الديزاين. فاحنا اول حاجه واهم حاجه هنتكلم عنها هو الديزاين والاكسسوارات. برضو الاكسسوارات RW22 معاها 3 استرابات جلد وسيليكون ومعدن، لكن معانا هنا RW33 مع الاستراب الجلد اللي احنا شايفينه ده، ومعاها السيليكون برضو اللي شفناه في الانبوكسنج. وادي شكل الساعه، ده شكل الساعه بالملي. طيب كالعاده هنبدا الكلام بالمواصفات التقنيه بتاعه المنتج، او هنقول اهم المواصفات التقنيه في المنتج. فزي ما احنا شايفين اهو الساعه الهاينوتك RW33، واهم المواصفات التقنيه ان البلوتوث بتاعها 5.2. برضو من المواصفات التقنيه المهمه جدا ان هي حجمها 46، والاي بي بتاعها IP68 مقاومه للمطر والرذاذ والبلل البسيط. طبعا زي ما احنا شفنا بيجي معاها 2 ستراب. مش كاتبين حجم بطاريه، كاتبين ان هي ستاند باي بس 45 يوم، وانا لما سبتها يوم كامل في وضع الستاند باي ما نزلتش غير 1%، فده وضع ستاند باي كويس جدا. لكن في الاستخدام الطبيعي البطاريه تقعد معاك من يوم ونص ليومين لو انت موصلها مكالمات، ولو انت موصلها سوفت تقعد معاك مثلا من يومين ل3 ايام. ده بالنسبه لاستخدام الساعه. خليني برضه اتكلم عنها بالتفصيل وايه اللي فيها. طبعا لو صايب من تحت كده بنخش على الشورت منيو اللي فيه هنا وضع عدم الازعاج، هنا البلوتوث الخاص بالمكالمات. نفتح البلوتوث ده عشان نقدر نوصل الساعه في المكالمات، لان احنا بنعمل فيديو طويل عريض وهي الناس في الاخر بتسالني ازاي انا مش عارف اوصل الساعه مكالمات. نفتح ده ونبدا نسيرش من على الموبايل نوصل الساعه بالمكالمات. هنا لو عايزين نتحكم في البرايتنس نعليه ونوطيه، هنا لو عايزين نخش على السيتنج اللي هنتكلم عنه بالتفصيل، هنا لو عايزين نقفل الساعه. في شاشه ثانيه جانبيه فيها علي باي وفيها الدفع من خلال كود الدفع او الQR كود. وهنا عندنا الQR بتاع السوشيال ميديا، نقدر ان احنا نجيب QR ونحطه في الساعه فبالخاص بالسوشيال ميديا بتاعتنا، فيسبوك واتساب، هنشوفه برضه في البرنامج. هنا لو عايزين نعمل وضع الاولوز ان ديسبلاي، لما نسيب الساعه شويه بتعمل وضع الاولوز اون ديسبلاي زي ما احنا شايفين كده. ده وضع الاولوز اون ديسبلاي وبيكون مؤقت، يعني اهو ده كده الساعه بتكون شغاله ساعه بس، وبيكون وضع الاولوز اون ديسبلاي ده مؤقت. وهنشوف دلوقتي بيشتغل لوقت قد ايه لما بنخش على السيتنج. هنا اخر حاجه ده الQR بتاع البرنامج. ده بالنسبه للشورت منيو. لما بنسوايب ناحيه اليمين بنخش على الشاشه الجانبيه فيها اخر 4 تطبيقات وفيها البطاريه الباقيه في الساعه، وبيبان هنا الساعه متصله ولا لا. ده بنسوايب لفوق كده بنخش على الاشعارات اللي هنشوفها بالتفصيل. ولما بنسوايب ناحيه الشمال بنخش على شاشه
الشاشات الجانبيه اللي فيها الستبس بتاعت الخطوات اللي احنا مشيناها النهارده، حرقنا كام سعر حراري، مشينا كام خطوه، مشينا مسافه قد ايه. لما بنطلع لفوق كده بتجيب لك الهيستوري بتاعت الستبس بتاعتك النهارده وامبارح، والهيستوري كلها بالتفاصيل موجوده في الساعه. طبعا الساعه بتقيس الى حد ما كويس، وهنشوفها دلوقتي في قياس نبض القلب. بعد الستبس عندنا الخطوات، ويلا بينا نشوف ضربات القلب شغاله بشكل اهو. لما نيجي نقيس في الهواء بالشكل ده، مش الساعه مش بتقيس، فعلى طول بيبعت لك اهو بيقول لك ان الساعه مش ملبوسه. فدلوقتي يلا نلبس الاكسوميتر ونجرب قياس النبض مقارنته مع الاكسوميتر. طيب دلوقتي هنجرب قياس الساعه واحنا في وضع السكون، قاعدين ما بنعملش حاجه. فهنعلي بس البرايتنس شويه كده، نخش على القياس. طبعا زي ما احنا قلنا قبل كده يا شباب، هنا ده القياس بتاع النبض وهنا القياس بتاع الاكسجين. نشوف بقى الاثنين مع بعض. وفي ملاحظه مهمه قوي يا شباب برضه عايز اقول لكم، ان لما احنا نيجي نقيس وعايزين نتاكد القياس كويس ولا لازم نبقى ايدنا ثابته بالشكل ده. ما ينفعش تكون ايدي عامله كده وعمال اجرب القياس. يعني هو اهم حاجه وانت بتقيس تبقى ايدك ثابته، ضخ الدم شغال بشكل كويس، الساعه بتقيس بشكل كويس، والاكسوميتر كمان بيقيس بشكل كويس. زي ما احنا شايفين اهو 78 79 79 الاثنين وقف مع بعض، دي وقفت خلاص، والجهاز برده لسه شغال. بقى الجهاز شغال باستمرار، لكن الساعه خلاص وقفت قياس، فهي 79 وادي الاكسوميتر 79. انا قعدت اقيسها كتير جدا في وضع السكون، شغال بشكل كويس جدا، ما ادتنيش قرايات غلط. نعمل شويه مجهود ونجي لكم مره ثانيه بعد المجهود. عملنا شويه مجهود لوز اهو، شوف كده القياس عامل ازاي. هنا النبض اهو وصل ل 129 128، ونشوف الساعه بالظبط يا شباب 118 116 117. يعني زي ما انتم شايفين ادي قياس الساعه بعد المجهود، ولا شغاله بشكل كويس. حتى الاكسوميتر بينزل، هي برضو عماله تنزل مع الاكسوميتر اهو لحد ما النبض هيقف خالص. طيب زي ما توقعنا قياس النبض شغال فيها بشكل كويس ويعتمد عليه، وقياس النبض 100 100. بعد قياس النبض عندنا التزامن بتاع الطقس ودرجه الحراره الحاليه والدرجه العظمى والدرجه الصغرى. بعد كده عندنا اوبشن التحكم في الساوند واحنا لابسين الايربود او احنا بنسمع ساوند من على الموبايل. وفي الساعه الهاينتك شغال بشكل كويس، لما تجرب الساعه البرنامج تقدر ان انت تتحكم في الساوند بشكل كويس والصوت ما يخرجش من الساعه. الاوبشن شغال بشكل كويس معانا في الار دبليو 33. بعد كده واحنا عايزين نضيف حاجه زياده، فممكن مثلا نضيف الاكسجين في الدم، ويبقى احنا كده خلصنا كل الشاشات الجانبيه اللي في الساعه. لا بنسوايب لفوق كده بنخش على الاشعارات. زي ما احنا شايفين الساعه بتاخد 4 اشعارات في وقت واحد، والاشعار بيجي بحجم كبير مش صغير، زي ما احنا شايفين حوالي 20 كلمه. ومجرد ما بنخش على الاشعار كده نقدر ان احنا نعرف ايه اللي في الاشعار بالشكل ده. طبعا واللغه العربي شغاله بشكل كويس. وكمان الجميل اللي في الساعه او الجميل في البرنامج ان هو بيجيب لك اشعارات لبرامج كتير جدا، وتقدر انك تمسح الاشعارات بالشكل ده. طيب نخش على القائمه بقى بالزرار هنا، ده بيدخلنا على القائمه، وضغطتين بنغير شكل القائمه بالشكل ده. لما بندخل عايزين نرجع او عايزين نقفل الساعه بنضغط على الزرار اللي تحت. الملاحظات برضو اللي خدت بالي منها وانا بجرب الساعه، ان احنا لما بنقفل الساعه ده كده، لما بنقفل الساعه من خلال ان احنا نضغط على الزرار ده، لما نيجي نفتح الساعه بالشكل ده ما تفتحش معانا، لازم ان احنا نفتحها بنفس الزرار، وبعد كده تمام خلاص الزرار ده بيكون شغال معانا. ودوت الزرار ده ليه استخدامات هنعرفها دلوقتي. طيب اول حاجه عندنا معدل ضربات القلب اللي احنا شفناها، بعد كده عندنا ضغط الدم اللي ما عنديش حاجه اقيس عليها كالعاده، لكن هي بتديك قرايات بناء على معدلات ضربات القلب. عندنا الاكسجين في الدم. بعد كده عندنا هنا الالعاب الرياضيه المتعدده. وعلى مدار تجربتي للساعه واستخدامي ليها كنت مثلا بعد الخطوات وانا ماشي، وكنت بشوف هل بتديني نفس الارقام اللي انا عديتها. لا كانت بتعد معايا بشكل كويس. يعني مثلا لو مشيت 50 خطوه تجيب لي 48. وطبعا ده بيعتمد على حركه ايدك وانت لابس الساعه، بتبدا تعد الخطوات، يعني بتلاقيها بناء على الحركه اللي انت بتعملها الساعه وانت ماشي. فبالنسبه للالعاب الرياضيه لا اطمن، اللي تقدر تعتمد عليها في ان انت مثلا بتكون بتلعب رياضه او حاجه وتديك قرايات. الساعه فيها مجموعه كبيره جدا من الالعاب الرياضيه تقدر تلعبها وانت لابس الساعه. بعد كده عندنا هنا قياس النوم. بعد قياس النوم عندنا الحد من التوتر، وانك تاخد شهيق وزفير مع الساعه بشكل كويس. عالي بطاقات السوشيال ميديا، المحفظه الQR، عدد الخطوات اللي احنا شفناها بره. وهنا عندنا سيري او جوجل توكينج، وده لما بنكون رابطين الساعه بلوتوث مباشر. في بعد كده عندنا آلة حاسبه. بعد كده عندنا المكالمات هنعرفها في الربط. بعد كده عندنا هنا الاشعارات، هنا التحكم في الساوند. بعد كده عندنا المؤقت. عندنا بعد كده الويزر، وهنا الستوب ووتش. والاخر حاجه الاعدادات. اول حاجه فيها الساعه تفصل بعد وقت قد ايه، فيها من اول 5 ثواني لحد 60 ثانيه اعتقد، تفصل بعد 60 ثانيه. عندنا هنا الويك اب، لما بنقفله كده ولو الساعه اتقفلت ما تنورش، يعني مثلا لو قفلنا الساعه كده وجينا نورناها مش هتنور. لما نفتحه بالشكل ده ونقفل الساعه تمام، نيجي نفتحها
هتلاقيها بتنور معانا. بعد كده عندنا التحكم في السطوع، وضع عدم الازعاج طول اليوم، ترنش او تجيب لك اشارات في الوقت ده، او بتحدد وقت معين. بعد كده عندنا هنا الاهتزاز، تحكم في قوه الفيبريشن بتاعها حلو جدا وبيصحيك لو انت نايم. بعد كده عندنا التحكم في الزرار اللي هنا ده، عندنا لما هنضغط ضغطتين او لما نضغط ضغط طويل، تمام، تقدر تتحكم وبتختار اللي انت عايزه من الحاجات اللي موجوده في الساعه، الاوبشنز اللي فيها تختار اللي انت عايزه وبتشتغل معاك بشكل على طول. عندنا هنا الاولويز اون ديسبلاي، بتحكم في وقت معين من اول 3 دقائق لحد 20 دقيقه تفضل الساعه عامله وضع الاولويز اون ديسبلاي. هنا اللغه، في طبعا كل اللغات المختلفه. ده الاباوت بتاع الساعه، في اسم الموديل RW33، وهنا لو عايزين نعمل اعاده ضبط مصنع. بعد كده لو عايزين نقفل الساعه، وبعد كده عندنا هنا الQR بتاع البرنامج. ده بالنسبه لكل الحاجات اللي موجوده في السوفت وير الخاص بالساعه. وبالمناسبه على مدار تجربتي للساعه بقالي يومين، الساعه نزلت فيهم 3% في الاتصال السوفت فقط. نخش على الجزء الثالث من الفيديو ونتكلم عن البرنامج وطريقه ربط الساعه في الموبايل. فيلا بينا هنتكلم دلوقتي عن البرنامج وطريقه ربط الساعه بالموبايل. ومهم جدا يا جماعه نخش على النقطه دي، ان اي او معظم الساعات السمارت ووتش اللي بنعمل لها ريفيو بنكون ليها 2 كونكشن، طريقتين للتوصيل، 3 طرق للاستخدام. طريقتين للتوصيل لو انت هتربطها بالبرنامج بس، او لو هتربطها بالبرنامج والبلوتوث المباشر. 3 طرق للاستخدام. اول طريقه للاستخدام لو هتلبسها ساعه بس، فهتبقى ساعه بتظهر لك خطواتك، بتغير خلفياتها من على الساعه، وكمان بتقدر تعرف منها النبض. ثاني طريقه للاستخدام بتكون انت بتوصلها بالموبايل، تجيب لك الاشارات، تغير خلفيات من جوه البرنامج وتنزل صور شخصيه على الساعه، وطرق متعدده للاستقبال. الطريقه وهي انك توصلها بالبلوتوث المباشر. في الحاله ديت انت بتوصلها بالبلوتوث المباشر، تقدر تتكلم منها، تسمع منها ساوند. 3 طرق للاستخدام. طريقتين لتوصيل الساعه لازم تكون عارفهم قبل ما نتكلم عن ربط الساعه بالبرنامج. الساعه طبعا بتشتغل على برنامج اسمه RDefect، برنامج من برامج كويسه جدا برضه، واللي فيه بيانات وداتا كويسه جدا عشان تستفاد من الساعه بشكل افضل. الجزء اللي يهمنا هو الجزء الخاص بالمعدات، واحنا بنقدر نربط الساعه من خلاله. زي ما احنا شايفين بيبان اهو اسم الساعه، وبعد كده بيبان لي البطاريه فيها قد ايه، ولو عايز تفصل الساعه. اول جزء عندنا هو الخلفيات، وعندنا خلفيات كتيره جدا. خلفيات بعداد بالمؤشر اللي هو العقارب، وخلفيات النوع الثاني اللي هي الخلفيات الرقميه. مجموعه كبيره جدا من الخلفيات تقدر تحملهم على الساعه بشكل مجاني. واخر جزء عندنا هو الجزء الخاص بالخلفيات الخاصه بيك انت، لو انت عايز تنزل حاجه من على الاستوديو بتاعك، او لو عايز تصورها بشكل شخصي، تقدر ان انت تختار اي خلفيه وتنزلها على الساعه زي ما احنا شايفين كده، وبنعمل حفظ تبدا تتحمل على الساعه. طيب بالنسبه لاول اتصال اللي هو الاتصال الخاص بالبرنامج، احنا بنكون فاتحين البلوتوث بس، يعني البلوتوث بس مفتوح لكن مش مربوط من عليه حاجه، احنا رابطين من على البرنامج نفسه. ده بالنسبه لاول اتصال. لكن اول استخدام اللي هو لو هنستخدمها ساعه بس، بنكون قافلين اصلا البلوتوث بتاع الموبايل، ما بنكونش مشغلين. بعد كده في البرنامج عندنا هنا الرسائل، نقدر ان احنا نبعت الاشعارات للساعه من خلال البرنامج. في مجموعه كبيره جدا من البرامج، ولو في برنامج معين انت عايزه بتخش على الازر او الاخر وتختار البرنامج اللي انت عايز يجي لك فيه اشعار وانت لابس ساعه. كل البرامج اللي على الموبايل هتلاقيها، فمن ضمن المميزات اللي موجوده في الساعه ان هي بتجيب اشعارات لكل البرامج اللي عندك على الموبايل. طبعا البحث عن الساعه، تلاقي الساعه بتعمل فايبريشن. بعد كده عندنا التصوير، اوبشن التصوير، مجرد ما نفتحه بالشكل ده ونتك كده تاخد صوره، هنلاقي الصوره موجوده زي ما احنا شايفين. بعد كده عندنا التذكير بعدم الجلوس، الساعه تفكرك لما بتقعد فتره طويله انك تتحرك، والتذكير بشرب الميه، الساعه تفكرك لما تكون عايز تشرب ميه. وبعد كده عندنا هنا المنبه لو عايزين نعمل اوقات المنبه. وعندنا هنا مود ضغط الشاشه بنتحكم فيها من على الساعه او من على البرنامج وهنا عندنا مراقب معدل ضربات القلب. ده اوبشن انت بتفتحه من على البرنامج، يراقب لك معدل ضربات القلب في وقت معين، بتحدد يعني يكرر القياس كل قد ايه، كل 10 دقائق، كل 20 دقيقه، كل 30 دقيقه، وهكذا، والوقت اللي انت عايز يكون في يقيس فيه بالشكل ده. بعد كده عندنا هنا وضع عدم الازعاج، برضو بنفتحه من على البرنامج بالشكل ده. وعندنا هنا لو في اي تحديث بيبان هنا اوبشن الويزر، وهنا اوبشن جهات الاتصال، نقدر ان احنا نضيف 20 اسم. ال 20 اسم دول لما نكون رابطين الساعه بلوتوث مباشر بنقدر ان احنا نشوفهم على الساعه ونتصل من على الساعه من 20 اسم دول، لان الساعه بتعمل سينك ل 20 اسم بس. الحاجات الكويسه جدا برضو في الساعه ان انت لما بيكون رابطها سوفت بس وانت مشغل ساوند بالشكل ده كده، لو احنا مشغلين ساوند زي ما احنا شايفين كده ونخش على التحكم في الساوند، نقدر ان احنا نقلب بالشكل ده اهو، تمام، ونقدر نوقف الساوند ونشغله مره ثانيه
ونجيب الساوند من الاول او نجيب الساوند اللي قبل كده. الاوبشنات دي شغاله بشكل كويس جدا في الاتصال الخاص بالسوفت. لو انت لابس ايربود او بتسمع من الموبايل وعايز تتحكم في الساوند تقدر تعمل ده بشكل كويس جدا مجرد ما انت ربطها بالبرنامج بس. هنتكلم دلوقتي بقى على اتصال خاص بالبلوتوث المباشر اللي هو احنا بنخش بالشكل ده كده، وبعد كده بنقوم فاتحين بلوتوث الساعه بالشكل ده كده وبنبحث عن الساعه. هتلاقي اسمها ظهر دلوقتي RW33 كول، وهتلاقي حتى العلامه اللي فوق دي اتغيرت بقت لونها اخضر وازرق. تمام كده هي متصله لاتصالين السوفت والبلوتوث المباشر. طيب نستفاد ايه يا عم محمد؟ نقدر ان احنا نعمل مكالمه. في الحاله دي لو دخلنا على القائمه بالشكل ده وجبنا اوبشن الخاص بالمكالمات كذا ودخلنا عملنا فلات وحايد وعملنا اتصال، هنلاقي الاتصال اتعمل في الموبايل زي ما احنا شايفين كده، بس زي ما احنا متعودين الشبكه وحشه جدا. نستفاد ايه برده تاني من الاتصال المباشر؟ لو احنا دخلنا على البرنامج وعملنا حفظ الارقام اللي احنا سيفناها نلاقيها بقت موجوده بالشكل ده اهو، المكتبه بقت موجوده هنا. نقدر ان احنا نحفظ ارقام ثانيه نقدر. احسن لو دخلنا هنا قلنا عايزين نضيف رقم، نضيف مثلا الرقم الثاني ده ونعمل حفظ هنلاقيه اتضاف. نقدر ان احنا نتصل بالارقام دي مباشره بالشكل ده، بيتصل بيها مباشره. نقدر نتصل مثلا برقم مكتب وهكذا. ده بالنسبه للاستخدام الثاني. عندنا دلوقتي نقدر ان احنا نرد على مكالمه وده هنشوفه دلوقتي مع بعض. بالنسبه لجزئيه اظهار اسم متصل فزي ما احنا وضحنا في طريقتين لاتصال الساعه بالموبايل. لو احنا هنربط الساعه بلوتوث مباشر في 20 اسم هيظهروا. من ال 20 اسم دول انت بتسجلهم على البرنامج وبتبعتهم على الساعه. اي حد في ال 20 اسم هيتصل بيك هيظهر بشكل عادي وتقدر ترد من الساعه او تكنسل وتتكلم منها. وصوت الساعه في المكالمات كان شغال بشكل كويس وتقدر تعتمد عليها بشكل كويس جدا في المكالمات لو انت في مكان هادي. لكن طبعا في الشارع ما ينفعش تقوم رافع ايدك كده وتقعد تتكلم في الشارع، المكان دوشه والصوت هيبقى بالنسبه لك مش واضح. نروح بقى للجزء الثاني من الكونكشن، وهو لو انت رابطها بالبرنامج بس فاي حد يا معلم هيتصل بيك الاسم هيظهر معاك بشكل كويس وتقدر ان انت تكنسل على المكالمه. فبكده هيكون عندك اي اسم مسجل عندك على الموبايل هيظهر بشكل كويس لو انت رابط الساعه من خلال البرنامج بس. طبعا ده الكونكشن الاهم ان احنا لما بنكون رابطين الساعه بالبرنامج بس، لان انت مش طول الوقت تبقى رابطها مكالمات وتبقى عايز تتكلم منها والكلام ده. بكده هنكون خلصنا الجزء الثالث من الفيديو وهو ربط الساعه بالموبايل. وهنستفاد ايه لما نربط الساعه بالموبايل؟ نخش على الجزء الاخير من الفيديو نتكلم عن الخلاصه وحكم عام عن التجربه بتاعتنا. فيلا بينا. طيب خلاصه الساعه الهاينوتك RW33 وجرب الساعه بقى لي 3 ايام، داخل في اليوم الثالث دلوقتي. من الساعات الكويسه طبعا هاينوتك ساعه براند اصلي وبيقدم كواليتي برضو كويسه. على مدار بعنا لساعات الهاينو لما بعنا الهاينوتك RW11 والRW22 وداخلين في RW33 وهتيجي قريب موديلات ثانيه لساعات الهاينو. براند صيني محترم تقدر تعتمد عليه وتاخد منه كواليتي كويسه جدا. بلس ان هو في القياسات بيبقى شغال بشكل كويس، فانت عندك ساعه تديك قياسات كويسه بالمجهود او من غير المجهود، بتعد الخطوات بشكل كويس معاك نسبيا، تعدي 95% من دقه قياس الخطوات. شغال العربي فيها بشكل كويس، فيها برنامج ممتاز جدا والكونكشن بتاعها كويس. يعني لما تفصل بلوتوث الموبايل في اي وقت وترجع تفتحه هتلاقي الساعه لوحدها بتربط معاك على الموبايل، مش محتاج انك تخش تربطها مره ثانيه. فدي كانت ايجابيات الساعه. البطاريه بتاعتها كانت كويسه جدا على مدار استخدامها 3 ايام، نزلت حوالي 13-14%. مش بدوس عليها في المكالمات لكن بستخدمها في الكونكشن للبرنامج بشكل كامل جدا، لان انا ما بعتمدش على الساعه بشكل كبير في المكالمات. بشكل عام دي ايجابيات الساعه. من الحاجات اللي ما عجبتنيش برضو حجم الخط في الهاينوتك محتاج يتظبط شويه في الاشعارات تحديدا، الحجم بيكون الى حد ما صغير. الساعه بتظهر اسم متصل بشكل كامل لو انت رابطها سوفت، بتظهر 20 اسم بس لو انت رابطها مكالمات. ودي كده كل الايجابيات والسلبيات اللي موجوده في الساعه. اتمنى ما طولت عليكم، اتمنى يكون الريفيو وضح لك كل حاجه محتاج تعرفها عن الساعه. في النهايه ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه، ولو الفيديو عجبك تدينا اللايك الجميل، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد في عالم السمارت ووتش بشكل خاص، اكسسوارات الموبايل بشكل عام. كان معاكم محمد، في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.